اللانش بوكس من غير حاجة حلوة هيبقى ناقص. النهاردة جايبة لكم وصفة كوكيز بيتي مقرمش ولذيذ، سهل وسريع وهيفرح ولادنا وصحابهم جدا في المدرسة. معايا نص كوباية من السمنة، أنا حطاها في التلاجة، هي ساقعة بس في نفس الوقت مش متجمدة. ساقعة بس يعني ماسكة نفسها. ونص كوباية من السكر البودر، هبتدي إن أنا أضربهم مع بعض جدا كويس جدا بالمضرب أو بالمضرب اليدوي أي حاجة. نُص كوباية سمنة، نُص كوباية سكر بودر، بيضة وعليها معلقة فانيليا أو فانيليا باودر أي حاجة، وابتدي برضه إن أنا أضربهم لحد ما الخليط كده يفتح ويبقى هايش معايا. هانزل بحوالي كوباية ونُص من الدقيق المنخول، ممكن يحتاج أزيد شوية على حسب نوع الدقيق، معايا رشة ملح ومعلقة صغيرة baking powder. هابتدي بقى إن أنا أقلِّب، ألِم الحاجة بالspatula، مش عايزة أعجن بإيدي جامد أو أعجن بالspatula جامد علشان ده نواعم، مش عايزاه إن هو بقى إيه، يبقى شبه القرص كده. هابتدي إن أنا أقسم الخليط بتاعي نُصّين وهو لسه ملزق، لو تلاحظوا أنا ما نزلتش بالدقيق كلّه مرّة واحدة، هابتدي أقسم الخليط نُصّين علشان أعمل جزء بالفانيليا وجزء بالchocolate. هاعمل إيه بقى، الجزء اللي هو أنا قسمته ده هاكمّل عليه بقية الدقيق بتاعه، والجزء التاني هاضيف له بنفس المقدار معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وأقلّبها، فهنا بالتالي هيكونوا الاتنين أخدوا معايا نفس القوام. لمّيت بقى الدنيا كده بإيدي، بُصّوا العجينة عاملة إزاي، بابتدي أكون محضّرة chocolate chips وباكوّر كده كورة صغيّرة وابتدي إن أنا أغمسها في الchocolate chips، شايفين دي أسهل طريقة، وأبطّطها وأحطّها في الصينية. الفرن شغّال معايا على درجة حرارة 190، باحطّها في الرف الوسطاني وابتدي إن أنا أشوفها، لو أخدت لون من تحت ولسه ما خدتش لون من فوق، باطفي تحت واشغّل عليها الشواية، أخدت لون من فوق وتحت تمام، والتيست بتاعي هنا بيكون الأبيض. ولو هنعمل كُلّه chocolate ممكن نحط واحدة أو 2 أبيض عشان نقدر نختبر بيها، وأول ما بيطلع من الفرن بيبقى منتهى الروعة والجمال.